لو جهازك في المعمل باظ هتعمل ايه؟ 5 حاجات مطلوب منك ان انت تعملهم. اول حاجة لازم تكتب ليبل على الجهاز بتاعك ان هو مش شغال، علشان المعلومة تكون واضحة لكل الناس ان جهازك فيه مشكلة. تاني حاجة لازم تتصل بالمصنع على طول وتبلغه بالعطل عشان يبعتلك مهندسين الصيانة، وكمان تسأله هل في امكانية يديلك جهاز بديل مكان الجهاز اللي بايظ عشان تمشي بيه الشغل بتاعك. تالت حاجة لازم يكون عندك حاجة في المعمل اسمها سجل الأعطال، وده معناه سجل بيكون فيه اسم الجهاز، العطل اللي حصل واليوم اللي حصل فيه العطل ده. ومن السجل ده انت بتبدأ تشوف التاريخ اللي قبل كده، هل الجهاز بتاعك حصل فيه مشاكل وأعطال سابقة. طيب على أساسه هتبدأ تاخد أكشن، هل انت محتاج ان انت تستبدل الجهاز بتاعك وتستغنى عن المشاكل بتاعته وتشتري جهاز تاني ولا لأ. رابع حاجة انت مطلوب منك ان انت تشوف النتائج اللي طلعت على الجهاز قبل جهازك ما يبوظ بالظبط، لان في احتمالية كبيرة ان النتائج دي تكون اتأثرت هي كمان وشغلها طلع مش مظبوط. اخر حاجة انت لازم يكون عندك بلان بي، وبلان بي تكون جاهزة على التنفيذ على طول، ودي بيكون معناها ان انت يكون عندك جهاز في المعمل يكون بديل للجهاز اللي باظ عشان تمشي بيه الشغل، او ان انت تاخد الشغل بتاعك كله وتبعته للمعمل تاني يشتغل هو الشغل ده. اهم حاجة لو حصل اي تأخير لازم تكلم البيشنت تقوله ان انت هتتأخر في تسليم النتائج، بس بلاش تقوله ان السبب ان جهازك بايظ.